السلام عليكم شباب، شلون الصحة؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. وياكم سيوف العراقي. طبعا شباب، هذا الفيديو مثل ما تشوفون معركة الفرقة ضد هذه الفرقة. على العموم شباب، استمتعوا بالجيم، إن شاء الله ينال إعجابكم. طبعا اليوم حاب أحكي موضوع مهم كلش ولازم تعرفوه. أكثر الشباب سألوني: سيف وين صفحتك على الفيسبوك؟ سيف ليش ما ترد على الفيسبوك؟ طبعا كلكم تعرفون أني أكثر تواجدي على الفيسبوك، واللي ما يعرفني طبعا أنا معروف بشكل عام باسم سيف البغدادي على جميع مواقع أو برامج التواصل الاجتماعي. هذه نبذة اللي ما يعرفني. هسه أقول لكم شنو موضوع الصفحة وين صارت. طبعا صارت ويا هذه الحالة قبل أسبوع. زين شباب، طبعا قعدت الصبح من النوم، هذه الحالة طبعا قبل أسبوع. أول ما قعدت لقيت جايتني عدة رسائل على الجيميل مالتي. أوكي، البريد الأصلي مالتي مال القناة. جايتني عدة رسائل، لأنه أنا عندي حساب واحد هو هذا اللي مربوط به القناة واللي مربوط به كل شيء. زين، دخلت على الرسالة الأولى: تمت إزالة صفحتك على الفيسبوك ولأنها تنتهك معايير المجتمع من هذا الكلام الفاضي. بمعنى آخر أنه الصفحة مالتي بلغوا عليها عدة إبلاغات. زين. زين شباب، طبعا هذه الصفحة مالتي اللي باسم سيوف العراقي طارت. هسه أنا أقول لكم شنو السبب. هذه الصفحة كانت تعني لي كل شيء، يعني كان بها مستقبل كامل. صفحتي اللي على الفيسبوك كانت فيها مئات الأشياء، مئات الألعاب اللي مربوطة، من ضمنهم لعبة مودرن كومبات 5 رابطها على الجيميل ورابطها على الفيسبوك. أوكي، فيعني هذه الصفحة كانت مهمة كلش إلي، صفحتي على الفيسبوك. هسه انا اقول لكم شلون طارت الصفحة. طبعا كلكم تعرفون انه اكو عدة حسابات باسم سيوف العراقي، يعني يسوون حسابات باسمي ويقفصوا الناس ويضحكون عليهم ويغلطون على الناس باسمي على اساس انه اني. والمشكلة الناس تصدق للاسف، عبالهم انه اني دا اتجاوز واسوي هذه المشاكل للاسف، لكن ما يصدقون انه هذه صفحات مزورة باسمي. اوكي، فطيرت عدة صفحات، طيرت تقريبا بال 15 صفحة باسمي، يعني لغيتهم، طيرتهم من الفيسبوك، بلغت عليه على هذه الصفحات وطارت. زين، فهذولي اللي ما يخافون الله، او ما اريد يعني ما اريد اتجاوز بكلامي. اخير شي سووا، مو ملوا مني، ما قدروا لي، سووا صفحة باسمي باسم سيوف العراقي، هذه الصفحة الأخيرة. زين، هذه الصفحة سووا لها هذا واحد يعني تلقاه ابن حرام. سوى هذا الشخص، سوى الصفحة مؤكدة، يعني أكد هذه الصفحة على مود ما طيرها. طبعا كلكم تعرفون انه هذه الصفحة اللي على الفيسبوك ما مؤكدة، سوى صفحة لخ باسمي وأكدها وراح بلغ على صفحتي، لأنه صفحتي الأصلية ما بها هوية، يعني ما مؤكدة، فطارت الصفحة مالتي. طبعا الصفحة كلش مهمة كانت بالنسبة لي. والموضوع الأهم وين شباب؟ طبعا أنا عادي أسوي 100 حساب، هسه ماكو مشكلة، أسوي 100 صفحة. أوكي، يعني ماكو مشكلة. بس المشكلة أنا شوية يعني ضايج على صفحتي، لأنه بيها عدة أشياء، بيها هواي ألعاب، يعني بيها كثير كثير، بيها رصيد. نجي للموضوع الأهم شباب. طبعا شباب، أنا رابط حسابي مال الفيسبوك بمئات الألعاب، مئات البرامج، من ضمنهم برنامج الوهاب، سويت لكم عليه أكثر من شرح وكلكم تعرفونه. زين، فهواي استفادت من البرنامج والله العظيم، يعني هواي استفادت منه. فأخير شي سويت، قلت خلي أجمع بالبرنامج، الناس من تضيف كودي راح تجيني دولارات. فجمعت هذه الدولارات للتحديث، وصلت تقريبا جمعت 70 دولار. يشهد علي الله من فوق إذا عندي كذب كلامي. 70 دولار عدل جمعتهم بالبرنامج، يعني ما أعرف صار لي، ما أدري إيش جاني وجمعتهم. قلت ما أشحنهم، خلي يجي التحديث على مود شنو، أسحب الرصيد من البرنامج أو دولارات من البرنامج، أسحبهم وأعبيهم لحسابي حتى أفتح المثالي، أوصل في IP9 ويتحقق حلمي وأطور هواي شغلات بالقناة. بنفس الوقت من طار حسابي على الفيسبوك، دخلت على البرنامج، سجل خروج من البرنامج، وراح عند 70 دولار عدل، وراح حلمي وياهم. أريد أعرف ليش شباب، عرفتهم؟ يعني هسه 70 دولار ليش راحوا؟ كنت ضامهم للتحديث حتى افتح الفي اي ب9 ويتحقق حلمي، وتتحقق هواي اشياء عندي. يعني ليش؟ عرفتها؟ ما ادى احد. ليش يعني ليش يا شباب؟ ليش تبلغون عن الصفحة وراحت هواي بها اشياء حرام حلال، يعني حتى الله ما يرضاها. يعني قتلت احد مثلا؟ طيب تجاوزت على احد؟
زين سويت مشكلة على يعني ويا أحد حتى يعني هيك يعني تبلغون على صفحتي وتروح؟ طبعا أنا كلامي موجه للي بلغوا على الصفحة مالتي وطيروها. اوكي، مو كلامه مو للكل يشهد عليه الله، كلام الكم شخص يشهد عليه الله من فوق. اوكي، بس اريد افتهم ليش شباب، غير اعرف ليش، يعني شنو سويت؟ يهودي انا مثلا؟ يهودي اني؟ هسه لو يهودي بيها مجال شو تسوون سووا، بس انا مو يهودي ترى، رجال صاحب قناة، دا انشر اشياء تفيد الناس، ما عندي اذية مع احد. ليش هيك؟ حرام حلال، طبعا الكلام اللي دا يطلع كله من قلبي، يعني كانما الواحد مقهور. ليش؟ على شنو؟ هي صفحة ترى، هي صفحة تجي تبلغ عليها، ليش؟ وخلي يكون بعلمكم شباب، اللي طيروا صفحتي واللي دا يحاربوني هم عراقيين. من بديت بالقناة يعني صار لي تقريبا سنتين او اقل او اكثر ما اعرف بالضبط. اللي دا يحاربوني هم ناس عراقيين، مو من غير دولة عربية، لا فقط العراقيين اللي دا يحاربوني. وللعلم اني عراقي، ما اقول شي، بس الحمد لله والشكر على كل حال. طبعا بالقرآن هذا الفيديو موجه للناس اللي يضوجون مني والناس اللي يحاربوني. الحمد لله والشكر على كل حال، ان شاء الله الله يهدي الجميع. خاف يجي الواحد يكتب لي بتعليق سيف انت تقصد الكل، لا والله اني ما اقصد الكل، اقصد كم شخص، جميعكم على راسي بدون استثناء. طبعا شباب لهنا وصلت لنهاية المقطع، ان شاء الله ما بذر شي منه غلط، راح اتابع التعليقات، وبنهاية المقطع اقول الله يهدي الجميع واني عراقي وافتخر. خاف يجيني واحد يقول له ها سيف انت تحكي على العراقيين، لا هذا الشي مستحيل لانه انا عراقي وافتخر بهالشي. اتابع تعليقاتكم، ان شاء الله عجبكم الفيديو وما بذر شي منه غلط، والاشياء اللي راحت مني كلها فدوء لكم. في امان الله. The shadow to my light, did you feel us? Another star